صباح النور الحبايب ديالي، بخير عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كي عاملين بعدا؟ كلشي مزيان؟ بحال اللي كتشوفوا اليوم غنشارك معكم الفطور ديالي الحبايب. هاد الزويتنه يلا عملت لها شرموله البنات جابها لي حكيم. عملت فيها البنات زويته بلديه والحامض وزعتره والثومه. المهم البنات كتجي كتحمق هاد الشرموله، هذا الزيتون هنا للفطور وصافي حبايبي. وصافي وهادو اللي كنت شريتها البنات، شوفوا في الحطه كيفاش كيجيو مزيونين، صراحه كيجيو حلوين. صافي عملت فيهم بحال اللي كتشوفوا زبيده والكوفيتير. وانتم اللي بغيتو كتعملوه. المهم البنات انا وريت لكم كيفاش كيجيو في الحطه، كيجيو هماويين الصراحه الله، كيجيو حلوين. وهاد الخبيزه البنات ديال الزرارع واعره البنات، غزاله، كنشريها من ميركادونا. كتحمق هيدا كنشويها في الشوايه وكتجي البنات رائعه. وهذا الكويس اتاي اليوم اللي شاركته معكم البنات. اليوم ما عملتش القهوه، من بعد عاد غنعمل القهوه ديالي. اليوم الصراحه تشهيت نشرب نعمل اتاي في الفطور وصافي. وهذا بحال اللي كتشوفوا جا بلا ما نقول لكم، وصافي هو يعطيكم كشكوشه تعطيكم الخبر. انا فطر وانا البيضات ديالي فطرت وساليت جماعه، نتوما عارفين جمعت الطابله وغسل المواعين، نتوما عارفين حبايبي. بغيت نشارك معكم البنات واحد الزيت كون جبته من المغرب، الصراحه يستاهل نشاركو معكم البنات حتى عطاني النتيجه وبغيت نشاركو معكم. كنت البنات جبته من عند واحد كيطحن الاعشاب، كيطحن على يدو، يعني نتوما كتختاروا الزيت اللي بغيتو هو كيطحن لكم البنات. انا كنت الصراحه الله اللي كنت في المغرب سجلت ديك اللقطه، ولكن ما عرفتش كيفاش تمسحت لي باش نوري لكم كيفاش كان كيطحن لي الزيوت البنات. الزيت في خلطه 10 زيوت بالاعشاب الطبيعيه، هو هذا البنات. المهم كنت جبت البنات جوج ديال الرطيمات كنعملو بالليل، كنعمل استعملته البنات. المهم اللي جيت من المغرب وانا كنستعملو صراحه الله، كنعدلو يومين في السيمانه، كنعملو بالليل والصباح كنغسل به شعري. المهم باش تعرفوا صافي بان صراحه الله الاعشاب اللي كتكون طبيعيه البنات. نتوما شوفوا شي واحد في المغرب، المهم هنا راه ما كاينش، انا جبته معايا من المغرب اللي كيكون عنده اللي كيعمل اعشاب طبيعيه ديال الشعر، ديال هذاك اللي كيكون خاص بالوجه وكلشي كيكونوا عندهم طبيعيين البنات في المغرب. كتمشي وكتقول له خصني الزيوت الشعر ديالي، كتقول له هو كيكون اختصاصي صراحه الله، يعني ماشي شي واحد هيدا عشوائي ولا شي حاجه، كيكون هو خاص البنات ب... بالتجميل، الحاجه طبيعيه بيو ديال الشعر ديال الوجه ديال كلشي. وانتم كتقولوا له شنو المشكله ديالكم اللي عندكم نوع الشعر ديالكم وشنو فيه وبزاف الحاجات، هو كيشرح لكم وكيعطيكم داكشي اللي غيجي معاكم. المهم اول حاجات اللي كتكون ما تخافوش بعدا، كتكون واحد الحاجه بيو طبيعيه كتستعملوها من الشعر ديالكم الحبايب ديالي. انا شعري البنات اللي هبط من المغرب رجع لي حالته مع البحر ومع الشمس ومع بزاف ديال الحاجات، رجع لي ضعيف البنات وكيطيح لي بوحديتو. المهم بلا ما نقول لكم وصافي انا تخلعت في الشعر ديالي والله العظيم. وصافي اللي استعملت البنات هذا الزيت هذا ما بغيتش نشاركه معكم حتى غنشوف انا النتيجه، عادي يمكن لي نشاركها معكم، ولكن صراحه الله والله العظيم البنات راه النتيجه الصراحه ما بقاش كيطيح لي الشعر ديالي بديك الطريقه اللي كان كيطيح لي. كنستعملوا البنات بالليل، كنت كنعملو يومين حتى 3 ايام في السيمانه، كندهن شعري كامل، كنشقق شعري وكنعمل له كنلويه بالليل بواحد السبني فولاره، وفي الصباح كنت كنغسلوها البنات. هادشي اللي كاين حبايبي. المهم انا شاركته معكم هو هذا البنات، خلطه 10 زيوت بالاعشاب الطبيعيه، يعني كان كيطحن لي ديك العشب وانا كنشوف باش تعرفوا وصافي، يعني طبيعيين البنات 100%. وصافي الشعر ديالي دابا راه ما مصبوغ ما حتى شي حاجه، طبيعي البنات، راه من شهر 6 ما صبغت الشعر ديالي، يعني باقي كنعالجو، باقي كنخليه تيوقف زعما تيقوى لي يرجع لي كما كان في الاول البنات. عاد ان شاء الله يا ربي غنشوف له شي صباغه وشي صباغه اللي تكون حتى هي طبيعيه وصافي حبايبي. هادشي اللي كاين وصافي. المهم غنشوف ان شاء الله شنو غنعمل اليوم انا الغدا.
اليوم البنات عاود لعب المنتخب، يا ربي ان شاء الله نربحوا وينصرنا ربي عليهم. وهادشي اللي كاين الحبايب ديالي، والدعوات ديالكم نتوما مع المنتخب ديالنا المغربي، الله يقوينا عليهم يغلبنا عليهم ربي ان شاء الله يا ربي. وهادشي اللي كاين حبايبي، وانتم ان شاء الله معايا. هانتوما الغزالات ديالي، عملت اول حاجه زويته بلديه، عملت هنايا اللحم، عملت المنج، نتوما عملوا اللحم اللي بغيتو صافي. هنايا في العطريه البنات عملت سكينجبير، عملت الخرقوم البلدي، عملت اليبزر، عملت الفلفله حمراء، بابريكا ياك هيداك المهم. عملت القرفه البنات، هاي عواد، وعملت تومه. هذه هي العطريه البنات اللي غنعمل باش غيتشحر لي اللحم. عاد غندوز نقول لكم شنو غنعمل اخر البنات. شوفوا غنقص البوطه ونخلي هادشي العطريه تقلى في اللحيمه. المهم غنخلطوا بطبيعه الحال، انا نوري لكم كيفاش غنعمل هذاك اللحيمه ديالي. ها نتوما الحبايب ديالي شرملتها مزيان بيدي. المهم قطعت، ما بغيتش نوري لكم وصافي، شرملتها مزيان بيدي، دخلت ديك شرموله كامله. نتوما غيبان لكم الزيت حتى هو دخلت فيه شرموله اللي عملت. ودابا غنشعل البوطه، غنشعل ما كيهربوا لي كلمات. دابا غنشعل البوطه البنات ونقص عليها البوطه ونمشي نوجد اللي غنحتاج. وانا معاكم حبايبي غنعمل شويه د الماء هنا باش ما تحرقليش ديك العطريه اللي عملت، غير شويه ماشي بزاف، كيبان لكم بزاف. دابا عملت هنايا البنات 4 د بصيلات غنعملهم فوق الحيمه ديالي بحال اللي كتشوفوا وصافي. وهنايا عندي 3 ديال المطيشات محكوكين حتى هما غنعملهم فوق الحيمه ديالي. ها نتوما غنعملهم فوق البصيله. طويجين البنات، هاد الطويجين، هاد الطريقه البنات ديال البرنيت ديال طويجين واعر. المهم ما نحرق لكمش المراحل، تشوفوا الطويجين ديالي كيفاش غيجي البنات وقولوا لي والله العظيم انا كيجي كيحمق. شكر راسو اختي، شكر راسي اختي، ما عندوش شكون يشكرني. شوفوا لا طويجين هذا ماشي ديال البرد. وعاد غنكمل معكم شنو باش غنخضر البنات، والله العظيم لا كيجي خطير. ودابا غنضيف البنات الربيع. عندي هنايا القزبر والمعدنوس صافي. هانتوما بحال اللي كتشوفوا غنعمل كلشي. غنعمل شويه زويته هيدا فوق منهم، زويته بلديه. هنا بحال اللي كتشوفوا عملت هنايا الحمص، وعملت له البنات الابزار والفلفله حمراء، وعملت مليحه، وعملت المعدنوس يابس. وغنعمل له حتى هو واحد غنسمو بشويه ديال القرفه عواد وزويته بلديه. هذا البنات غنطيبو بوحديتو، هذا يطيب البنات بوحديتو غنطيبو. لايط فيها البنات واحد المعلقه ديال المطيشه عند عايشه. عملت البنات واحد المعلقه كبيره ديال الهريسه، وكتبقى اختياريه البنات. هنايا البنات عندي القرع وعندي الطنجال، قطعتهم على هذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا. وعملت تومه، وعملت شويه ديال الابزار، وعملت اعشاب منسمه يا البنات، وزويته بلديه. وصافي هادشي اللي عملته مليحه. وعصرت عليهم واحد النص ديال الحامضه صافي. غنحرك كلشي مع بعضياته، وغنشبرها البنات واحد الطاوه ديال الفران وغندخلو من الفران. بغيتو البنات تعملوهم في الفران، بغيتو البنات دوزوهم اسوطي، تصوطيوهم في المقيله فيها شويه الزيت وتصوم بحال اللي كتشوفوا. دابا غندخلو عملت الفران ديالي سخون. دابا غندخلو الفران، غنزيد عليه شويه ديال زويته هيدا بلديه، نزيد شويه زويته وصافي حبايبي، وندخلو الفران. نشوفوا الطويجين البنات. هو الطويجين ديالي صافي راه وجد. وبحال اللي كتشوفوا حبايبي ديك الخضيره انا دورتها بالطويجين، وعملت زوقت شويه زويتنات. وديك الحميصه البنات عملته فوق اللحيمه. وصافي البنات جربوا هاد الطريقه البنات، راه كتجي خطيره البنات. والمهم ملي كتوحم ولا شي حاجه تسمح لنا
حقكم في الجنه الحبايب ديالي. الحمد لله المغاربه ربحوا واخيرا اللهم لك الحمد. الحمد لله عرفتوا البنات خرجت الدنيا مقلوبه 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 مقلوبه. الحمد لله اللهم لك الحمد. هذه فرحه المغاربه كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. وتحيه للمغاربه تحيه للمغاربه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زين الرايه المغربيه ومفتخرين الحمد لله. المغاربه حمروا لنا الوجه ديالنا وفرحوا لنا اللهم لك الحمد. الحمد لله ديما مغرب ديما مغرب ديما مرويكوس. الله يشلا ربي سبحانه وتعالى هو اللي نصرنا. واحد الفرحه ما نوصفها لكمشي. كلشي فرحان الكبير والصغير الحمد لله. هذا نصر من عند الله سبحانه وتعالى. اللهم بارك. المهم خوتي هو هذا الفيديو اللي كان معكم اليوم. كنتمنى نكون خفيفه عليكم وصافي. المهم بحال اللي شفتوا هنيئا للمنتخب الوطني وهنيئا علينا حنايا مبروك علينا كاملين بينا. وكنحماق عليكم الحبايب ديالي ما تنساونيش باللي لايك. ما تنساونيش البنات شنو كتعمل ولدي انا كنهضر معكم وهو كيفتش لي في الصاك. لا المهم هادشي اللي كاين الحبايب ديالي كالعاده. كنقول لكم ما تنساونيش بلي بارطاج البنات هيدا باش كتكبر لنا العائله ديالنا. ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي ولا كان العمر طول شي فيديو اخر. وباي باي عليكم.